ولدي ما دار حتى شي حاجه اللي ما تعجبش، ولدي ما دار حتى شي حاجه اللي غادي نقول يتساهلها، وحرقوا لي ولدي وشقوه ولاحوا تصاوروا في التليفونات. انا ما شايفه والو، كنسمع بنادم كيضحك لي على ولدي وكيضحكوا وجابدينه. علاش يشقوا لي وليدي محروق ولدي؟ علاش يشقوا لي ولدي محروق؟ كل واحد اش يقول لي، كل واحد اش يقول لي ولدك طاري ليه؟ اش دار ولدي؟ انا بغيت هاد اللي حرقوه، بغيت لي من قصاص. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على القضية اللي دارت ضجة كبيرة ورونات الرأي العام المغربي، قضية الشرطي هشام بورزة اللي مات بواحد الطريقة بشعة ووحشية. المهم في هذا الفيديو غادي نهضروا على آخر المستجدات في هذه القضية، وبقوا معنا حتى لآخر الفيديو باش تعرفوا التفاصيل كاملة. هشام بورزة تزاد سنة 1980، متزوج وأب لطفلين، طفل في عمره 8 سنوات والآخر في عمره 12 عام، وعنده والديه مازال في الحياة. الأم ديالو كان هو السند ديالها، كان هو اللي كيشري لها الدواء بحكم أنها مريضة بالسرطان، كان كيصرف عليهم وكان مهلي فيهم مزيان على حساب الأخوال ديالهم. كانت عنده علاقة مزيانة مع الناس اللي خدام معاهم ولا مع العائلة ديالو. يعني هشام ما عنده حتى شي مشكل مع شي واحد، وعايش حياة طبيعية، كيخدم الخدمة ديالو بكل حب وإتقان، وكيأدي الواجب الوطني ديالو بكل مصداقية. 1 مارس 2023 في هذا النهار هشام كانت عنده الخدمة من 2 ل10 ديال الليل. مشى للخدمة ديالو عادي كيف ما موالف، ومن بعد ملي وصلت العشية اتصل بالزوجة ديالو، قال لها تسنوني العشاء. ومن بعد هاد المكالمة تقطعت الخبار ديالو. هنايا الزوجة ديالو ملي تعطل ما جاش للدار، اتصلت بالأم ديالو سولاتها واش جا عندها. الأم غادي تقول لها ما جاش عندي، ولكن راني هضرت معاه في التليفون وقال لي وجدي راسك الغدا ان شاء الله باش نمشي نكسيك ونتقداو الحوايج ديال العمره، لان هشام كان ناوي يمشي للعمره هو والام ديالو. فهنايا مراتو غتزيد تخلع اكثر، وغادي تمشي لمركز الشرطه ديال حي الرحمه وغادي تعلمهم بالاختفاء ديال هشام. فهنايا بعد التحريات ديال الشرطه لقاوه غادر المكان ديال العمل ديالو، يعني الرومبا فاش خدام مع 8 ديال الليل، علما ان الخدمه ديالو ما غتسالي حتى 10 ديال الليل. وغادي يدوز ديك الليله والغد ليه اللي هو نهار الخميس 2 مارس، واحد الراعي كان سارح الغلم ديالو في واحد الدوار للاسم ديالو دوار الخضاره، بالضبط في منطقه حد السوالم. وفي واحد القادوس غادي يكتشف واحد الجثه اللي محروقه ومتفحمه. فهنايا غادي تخلع وغادي يعيط مباشره للدرك الملكي، لان هاد المنطقه تابعه للدرك الملكي. ومن بعد ما غادي تجي الشرطه في البلاصه ملي غادي نشوفوا الجثه، غادي نلقاو حداها اشياء اللي كتعلق بالشرطه، بما فيها الجيلي اللي كان لابس واحد الجزء منه محروق، والكاميرا الوظيفيه، وكذلك النظارات الطبيه ديالو اللي كانوا ملطخين بالدم. وملي غادي نشوفوا الحوايج ديال الشرطه مع الجثه، غادي نشكوا ان هاد الجثه تقدر تكون ديال الشرطي المختفي هشام بورزة اللي اختفى يوم الاربعاء. هنايا غادي نديو الجثه للطب الشرعي، وغادي نجيو المختصين في مسرح الجريمه ياخذوا البصمات واي دليل يقدر يوصلهم للحقيقه. ومن بعد 48 ساعه غادي يخرج تقرير الطب الشرعي، وغادي تكون الصدمه ان الجثه تعود للشرطي هشام بورزة، واللي كان خدام في دائره حي الرحمه كشرطي المرور. وزاد اكد لهم الطبيب الشرعي انه تلقى من 6 حتى 7 ديال الطعنات على مستوى الظهر، والذبح على مستوى العنق، وكذلك قطع الاجزاء السفليه ديالو. وعاد من بعد غادي نحرقوه وغيلوحوه في هذاك القادوس. يعني مات بواحد الطريقه بشعه ووحشيه بمعنى الكلمه. ومن بعد التحقيقات والتحريات ديال الشرطه، اول حاجه غادي يوصلوا لها الشرطه هي واحد السيده يشتبه في تورطها في القضيه ديال هشام. فغادي نبداو معها التحقيقات. وفي هذا الاثناء وقل من 24 ساعه غادي نلقاو السياره ديال هشام في منطقه بوزكوره كامله محروقه ومازال شاده فيها العافيه. هاد المجرمين درسوا الجريمه مزيان، خطفوا السيد من المكان ديال العمل ديالو ومن بعد نفذوا هاد الجريمه الوحشيه. وهذا الشيء كيبين ان هادو واحد المافيا اللي محترفه بزاف وعندها سوابق في هاد النوع ديال الجرائم ديال القتل. ماشي غير جاو داروا هاد الجريمه غير هكاك، راه باش تقتل بوليسي راه خاصك تكون واحد الانسان شجاع مع راسك وقاد على المسؤوليه وعلى هاد الجريمه الخطيره اللي غادي تحرك الراي العام. وكاينين واحد 2 اشياء اللي ما لقاوهمش السلطات: السلاح الوظيفي ديال البوليسي هشام من جهه، وثاني حاجه
الهاتف النقال ديالو مازال ما تمش العثور عليه. هذا كيدل على انه مازال كاينين شي وحدين فيهم باقين في حاله سراح. وكيف ما قلت لكم في الفيديو غادي نهضروا على اخر المستجدات في هذه القضيه، والحمد لله بفضل الشرطه والمخابرات المغربيه والفرقه الوطنيه لمكافحه العصابه، فتم القاء القبض على 4 ديال الاشخاص اللي متهمين في هذه القضيه، اللي فيهم 2 ديال الرجال و2 ديال العيالات، واللي كانوا هاربين. يعني من بعد ما داروا الفعله ديالهم مشاو كراو واحد الفيلا في السعيديه ومشاو على متن واحد السياره فاخره من نوع اودي. وهاد الناس هما عباره على عصابه للتجار في المخدرات، والرئيس ديالها ملقب بالريفي. وهاد الشخص هذا عنده تجاره كبيره في المخدرات كينشط على الصعيد الوطني. ودابا نرجعوا للمراه اللي تشدات في الاول واللي قالوا انها عندها علاقه بالشرطي هشام بورزة. فهذيك السيده كانت اخر وحده تواصلت معاه، كانت في الثلاثينات من العمر ديالها، وكانت عندها واحد السياره كحله. وهاد الطوموبيل في الملكيه ديال هشام، يعني في الوراق مكتوبه بالاسم ديال هشام بورزة. كيقولوا بانها كانت على علاقه معاه، وفي نفس الوقت هي الطليقه ديال هاد البارون ديال المخدرات الملقب بالريفي. وهذا الريفي ملي عرف بان الطليقه ديالو على علاقه بهشام فهو بغى ينتقم منه، وبالتالي استدرجوا عن طريق واحد السيده اللي زميله ديالو في العمل. وفي الصراحه ما متاكدينش واش فعلا هاد الخبار صحيحه ولا لا، هادشي كيروج في مواقع التواصل. المهم كيقولوا بان هاد السيده اللي جابت ليهم هشام حتى لعندهم هي الزميله ديالو في العمل. ومن بعد داو لهاديك البلاصه وقتلوه بهذيك الطريقه الوحشيه والبشعه، قطعوا ليه الاطراف السفليه ديالو، وللاسف قطعوا ليه العضو الذكري ديالو، ولحد الان العضو الذكري ديالو ما لقاوش. فهادشي كيبين ان هاد الجريمه الشنعاء ترتكبات بدافع الانتقام، يعني بغاو ينتقموا منه. كنتمناو الرحمه والمغفره لهشام، والله ياخذ الحق في اي واحد كان وراء هاد الجريمه. وكانوا هادو هما الاحداث اللي عندي في هاد القضيه. كنتمنى اي واحد شاف هاد لا فيديو يشترك في قناتي ويدير جيم للفيديو.